الجيتور الاكس 90 بلس. عايز اقول لكم ان انا العربيه دي بحبها جدا، ويمكن العربيه دي نجحت نجاح حلو قوي بسبب تسعيرها، وان هي 7 مقاعد وفئه واحده بينزل فيها كل الاوبشن. بصوا، ده كده مساحة الشنطة لما نيجي نفرد اللي هي الصف التالت 7 كراسي، وهنا دي كده مساحة الشنطة وهو الكرسي نايم، ودي اللي بتتعلق اللي هي هنا دي كده اللي بتتعلق في الشنطة. تعالوا اوريها لكم كده من جوه. طبعا العربية دي معروفة، عايز اوريها لكم كده من جوه. انا بقول لكم العربية دي بحبها قوي وكنت برشحها لناس كتير. شايفين الدلع؟ بصوا الدلع من جيتور. العربية دي بقول لكم نجحت جدا بسبب تسعيرها، وان هي 7 مقاعد وكان سعرها جميل جدا. العربية دي بتنزل بموتور 1600 تربو بيولده 197 هورس باور. بصوا شكلها شبه المرسيدس. عايز اوريها لكم كده، هفتح النور. اوعى شفتوا شكل الطارة؟ عشان احنا في برنامج الطارة مع معتز هشام. بصوا شكل الفرش، اللون اللي هو نبيتي غامق ده. عربية جميلة قوي وانا بقول لكم بحبها، واللي احلى من كده سلسة وما فيهاش حاجة. يعني هي فئة واحدة بتنزل كل الاوبشن فيها. طبعا بقى كراسي كهرباء وفتحة سقف بانوراما وفيها كل حاجة. وعايز اقول لكم ان كذا حد كان بيحب العربية دي عشان مساحتها واسعة وكبيرة. يعني لو حد معاه عيلة كبيرة كان يقول لي انا عايز الجيتور الاكس 90 على طول يعني. وبتستهلك بنزين بس مش قوي يعني، غير الاكس 70 بلس يعني عشان الموتور بتاعها صغير، لكن هنا الموتور كبير. وعربية حلوة قوي وانا بحبها. اكتب لي بقى في الكومنتات لو انت بتحب الجيتور الاكس 90 بلس ولا لا، واعمل لي لايك وفولو وشير عشان اللي جاي فيه عربيات حلوة قوي. اوعى الجيتور الاكس 90 بلس مع برنامج الطارة مع معتز هشام. واوعى دي مش معناها انك ما تشتريش العربية. اوعى دي انا كلمة بقول لك، لو انت عايز عربية عائلية يجي معاها الكتالوجات دلع. اوعى.